السلام عليكم ورحمة الله. أسعد الله أيامكم بكل خير. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. تلخيص لكتاب قوة التغيير للدكتور المشمول برحمة الله إبراهيم الفقي. كيقول: أنا كنكتب على التغيير حيت هو شي حاجة ثابتة في قوانين الكون. شحال من مرة كنشوفوا شي حد غادي لشي بلاصة من بعد كيغير الاتجاه تاعو. في عام 1964 جامعة هارفارد دارت بحث، لقات باللي في 60 سنة الجاية من تاريخ كتابة هذا الكتاب غيطلع مستوى التغيير في العالم، حيث بالتغيير كتجي المنافسة في الفرص وكتزاد هاد الفرص. علاش كتبت هاد الكتاب؟ جواب: كيقولوا إلا ما كنتيش مرن باش تغير غيجيك إفلاس نفسي وحتى في المهن تاعك. شنو هو الإفلاس المهني؟ دار بحث من طرف العالم توم بيتر، اختار أقوى 100 شركة في الولايات المتحدة الأمريكية في هذاك الوقت، وبقى كيلاحظ النجاح ديالها. ومن بعد مدة 30 سنة تاع المراقبة لقى بأن 80% أعلنت الإفلاس تاعها. علاش؟ السبب هو إلا كنتي ناجح وما واكبتيش التغييرات المناسبة والمتتابعة، فراه بزاف الشركات أو الأشخاص غيديروا بحالك وغيطوروا من الناتج تاعهم باش غيوليو حسن منك، وهذا بحد ذاته فشل لك. ثاني حاجة هي الإفلاس النفسي. إلا تغير المحيط اللي كتعيش فيه نتا ونتا لا، غادي تركبك الكآبة والتوتر وعدة أمراض نفسية أخرى اللي هي كثيرة. كاين اللي يقدر يساعدك أنك تغير: القراءة السريعة، تعلم عن بعد، والتنمية البشرية، وكذلك الروحية. في العالم ديما كاين الجديد، علوم، أمراض، ظواهر. العالم الدكتور هيربرت سبنسر كتب كتاب العلاج اللامحدود. في بداية دراسته في الكلية قال لهم المدرس اللي كان مكلف بالتدريس تاعهم: من هنا ل5 سنوات من تاريخ التحاقكم بكلية الطب، كاع المعلومات اللي غنعطيكم ما غاديش تبقى صالحة إلا القليل منها، والحل هو أنكم تتابعوا الجديد. الدكتور ديباك شوبرا أخصائي جراحة القلب قال بأن الكبد كيتحلل كل 6 أشهر في جسم الإنسان الحي، وحتى الكلاوي والمعدة والعمود الفقري، وهاد الأعضاء ديما كتقوم بتجديد نفسها. فعلاش كنرفضوا حنا التغيير؟ كاينه حاجة وحدة ما كتجددش من تلقاء نفسها، وهي الأفكار تاعك، وهذا واجبك انت، حيت انت اللي كتصنعها. أنا إبراهيم الفقي كنقول: كتبت كتوبة في مواضيع بزاف: الحب، النجاح، الحياة، بفضل أني درست التغيير، وبسبب التغيير بدلت حتى أسلوبي للأفضل. قصة واقعية: كان عندنا أستاذ ملي كان كيعجبو الإجابة تاع تلميذ كيسميه حسني، وأنا واحد المرة جاوبت صحيح. كيعاود الدكتور إبراهيم الفقي وسماني حسني، فرحت بزاف. من ناحية أخرى كنت كنعس عند أستاذ العربية حيث كيسبني، ما بقيتش كنحمل العربية كمادة كاع. كيقولوا اليابانيين: إلا ما تلاقيتيش مع شي إنسان لمدة 3 أيام فراه تغير 5 المرات، حيث أساس الوجود هو التغيير. الزمن ما كيتوقفش، لذا ما تقولش باللي شي حاجة ما كتغيرش. علاش الناس كترفض التغيير؟ الإدراك هو نصف التغيير، والتغيير هو النمو والتقدم. وإلا ما كانوش، فالإيجابية ما عندهاش منين تدخل حياتك. ملي كنفصلوا ذاتنا عن شي عمل وكنفكروا فيه، تما فين كيجي الإدراك، الانفصال، القرار، وهما مثلث اكتساب عادات جديدة أو التخلي عن القديمة، أي توقف أو الاستمرار اللي كيعطي التغيير. كيفاش كتكون عادة جديدة؟ ملي كطيح الفكرة في العقل المخ كيسجلها، وإلى عاودت جاز كيخزنها، وإلى استمرات عملية التسجين والتخزين غيتكون الاعتقاد وغتولي تبان على هيئة السلوك. وإلا بغيتي تضبط سلوكك خاصك تغير الأفكار، والإدراك هو اللي كيوصل للتفكير. واحد المصري وقع له حادث وتقطعوا له رجليه،
واحد النهار كان كيصيد وطاح في الماء، وباش يحقق غريزة البقاء تغير وجدف بيديه رغم أنه ما سيعرفش يسبح. تما تغير، ومن بعد ولا سباح عالمي وحول معاناته للنجاح حيث مرفتش التغيير. الماضي خذ منه الفائدة باش تبدل عاداتك السيئة، باش تتحكم في المستقبل وتنجح. عرفتي شنو غيوقع إلا ما تغيرتيش؟ الروتين القاتل، الملل الشديد، وهذا الشيء غيخليك تقلب غير على فين تقتل الوقت. جامعة فرانسيسكو لقات باللي أن 80% من أفكارنا هي سلبية، إذا الفراغ غيخليك جالس فاس معاها وكتصنت ليها. التفكير في الماضي أو المستقبل ما غيفيدش في التغيير. الحاضر هو المهم، وما تقولش ما قادرش، حيت بطل السباحة ولا بطل بلا رجلين. فكر في اللي عندك وما تمردش راسك بالمفقود. والأفكار راها مراية، باش ما خدمتيها غتخدمك. تفكير سلبي كيعطيك نتيجة سلبية، تفكير إيجابي كيعطيك نتيجة إيجابية، والسلبية هي بوابة نحو المخدرات. علاش كنقاوموا التغيير؟ اولا المفهوم الذاتي، ملي كنتولدوا ما كيكونش عندنا الادراك، كنسمعوا بلا ما نفهموا، وملي كتقول الام لولدها عاود كلمه ماما وكيجي الاب كيقول ليه عاود كلمه بابا، هنا كيفهم المعنى تاعهم. وهذه هي اللغه الادراكيه، واللغه الادراكيه فيها جميع القيم والاعتقادات، وهذا هو المفهوم الذاتي. وكل شخص عنده منظور للحياه ومفهوم ذاتي مختلف. حتى ولو تكون عندك شهادات عليا، لربما تكون من الأشخاص الرافضين للتغيير وكتقاوموا الإدراك، لأن الإدراك هو مفتاح التغيير. والتغيير أساسا كيبدا كيفاش كتفهم انت الأمور، وبالتالي تكون مستعد تتبدل وتبدل منظورك في كل وقت حسب الحاجة، وتكون منفتح في العلم والعمل. كاين الخوف اللي حتى هو كيضيع التغيير وكيمنعه. الخوف من الفشل ومن المجهول، من اعتراضات الآخرين. وكاين خوف آخر، مثلا مرة ضعيفة كيعاونوها الناس غتبقى ديما في موقف الضعف، حيث من الداخل ديالها هي عاجبها الحال، تعتمد على الناس. هذا اسمه الخوف من فقدان الدعم. أنواع التغيير قبل ما نهضروا عليها، هذه مدة تاع الزمان، القيم والأخلاق للمجتمعات كاملة تغييرات، حتى الموضة والأكل. هذه سميتها دائرة الحياة، كل 70 عام كتغير الأمور جذريا. أي كل جيل كاين طلوع ونزول في القيم والأخلاق والمعتقدات العامة، وكذلك خاصنا نواكبوا التغيير، والجميع كيساهم في التغيير عن طريق المنافسة كما ذكرنا. ديناميكية الأعصاب كتقول إلا ما عرفتيش الفشل ما غتعرفش النجاح. إذا هنا الفشل كيفتح لك باب النجاح، شرط أنك تغير وتغير مفاهيمك دائما للأفضل. خرجتي من خدمة غادي تلقى حسن منها، راه فيما كيتسد باب غير حل عينيك على الجهة الأخرى، راه باب ثاني تحل. هذه هي سياسة الحياة الثابتة. ولكن بعض الناس ملي كيتسد قدامهم الباب كيغمضوا عينيهم وكيبقاو يبكيو. استراتيجية التغيير هي هذه: تدرك وتشعر بالأمور من زاوية خارجية ماشي من زاوية الأنا. تتخذ قرارك. الرغبة اللي كتجي من العقل العاطفي لربما تقدر تكون رغبة قاتلة وكديك للفشل، حيت العقل العاطفي دائما على خطأ. ودير إعادة إنشاء للمخ، لأنه هو ملك التصرفات اللي كتمليها عليه أفكارك بلا ما تنتبه. وما تقش تقلب، عطي البصمة تاعك في الإنجازات وتحمل مسؤولية حياتك. راه بحال لوحة وانت الرسام، وما تخضعش للخطط اللي راسمها لك طرف آخر، حيت غادي تمرض نفسيا. واعتقد بأنك واعر وقاد، وتخيل راسك وصلتي للهدف تاعك، وتأكد داخليا أنك قادر. وأخيرا الكاتب بغى يقول بأن النجاح سلوكيات واعتقاد.
وقاعدة أخرى، خاصك تكون باغي ومحتاج ومضطر باش تغير، ولا بد أنك تنجح باش تنجح، وفيما تطيح نوض حتى تصدق معاك. يا بيك يا بيها، وتفائل، راه اللي كتوقعو غير وقع، وحس براسك أنك أحسن واحد في العالم وتستحق توصل وتنجح، وعمرك ما تنقص من ذاتك. بينك وبين راسك تخيل بأن طفل عايش في الوسط ديالك، وأن هذا الطفل مرتبط فكريا وجسديا وروحيا بك. ما تظلموش وتجلد نفسك. اللي كيضر الطفل الداخلي كيأثر عليك حتى انت، والعكس صحيح. بيناتكم علاقة مرآة، مع الالتزام والإصرار والانضباط اللي غادي تبدا تمرن عليه غادي تنجح 100%. والله خير معين.